السلام عليكم، ازيكم يا اصحابي؟ عاملين ايه؟ النهارده هناخد فيه كتاب الماس برايم 2 سنه تانية ابتدائي الترم الاول. طبعا هناخد في اول تشابتر ليسون 1 لحد ليسون 3 اللي اسمها ريدنج داتا. طيب هو بيتكلم هنا عن حاجه اسمها بار جراف. ايه البار جراف ده؟ الشكل اللي قدامي ده اسمه بار جراف وبيجي بشكلين يا ولاد. الشكل ده كده لما بتيجي هنا الارقام ديت 1 2 3 4 5. طيب هو بتيجي 1 2 3 4 بس يا ميس ولا ممكن تتغير؟ لا ممكن تتغير، ممكن يعد بالتوز. ازاي؟ 2 4 6 8 10 وهكذا. ممكن يعد بالفيفث. ازاي؟ 5 10 15 20 وهكذا. طيب يبقى دي اول حاجه، ان الارقام دي متغيره ما هياش ثابته، ممكن تتغير. طيب لما تجيلي البار جراف بالمنظر ده كده يبقى ده اسمه فيرتيكال، بالعمود كده ده اسمه فيرتيكال يعني واقف عمود كده، لان هيجي لنا شكل تاني منه اسمه هورزونتال. الهورزونتال ده بالشكل ده كده. يبقى بصوا كده معايا هنا، ده اسمه فيرتيكال، ده اسمه هورزونتال. طبعا اللي بيفيدني بديت ان انا ببقى عارف هنا الرسومات او الكلمات، الحاجه اللي انا بقارن فيها دي اسمها كلمات او رسومات، وهنا الارقام. طيب يبقى ايه البار جراف ده اصلا؟ ده عباره عن الشكل ده، بيديني معلومات او بيانات، وبعمل ايه؟ ببدا بقى اعد واشوف الكل كولوم بتبقى كولوم، ده المربع ده كده لوحده اسمه كولوم، ده اسمه بار او كولوم. خلاص ده كده ببدا اعد كده. يعني مثلا هو هنا مديني صور حاجات كتير، صور طيور بردس، وعايزني بقى ايه؟ افنطهم، اشوف كام الطائر دوت موجود كم مره، اتكرر كم مره، الطائر ده اتكرر كم مره، الطائر ده اتكرر كم مره، الطائر ده اتكرر كم مره. يبقى هي معلومات كتير، وانا بعمل ايه؟ بحطها في بار جراف علشان تسهل عليا ان انا استخرج المعلومات او الداتا اللي عندي منها. يعني مثلا تعالوا بص في البرد ده، هعرف ان هو 7. ازاي؟ همشي كده هلاقيه 7، هو متلون 7. طيب هنا هعرف ان هو 3. ازاي هعرف كده؟ شفتوا سهلت عليا المعلومات. يبقى البار جراف ده اهميته ان هو بيسهل عليا المعلومات. طيب تعالوا نشوف هنا في اول مثال بيقول لي ايه. البار جراف is a chart uses bars. بتستخدم ايه؟ بارز. ده بار ده بار ده بار ده بار. ليه؟ عشان تعرض لي البيانات او المعلومات. طيب وخلي بالنا يا ولاد، احنا بنلون البارز على حسب العدد اللي موجود عندي. يعني انا لو بصيت هنا في البيردز دي هلاقي ان دول فعلا عددهم 7. تعالوا نعدهم كده 1 2 3 4 5 6 7. عددهم بالفعل 7. يبقى هي بتديلي معلومات دقيقة عن كل حاجة موجودة. طيب لو قلت لك كده the number of this bird، هتقولي عددهم كام؟ 7 يا مس. طيب لو اقول لك the number of this bird هتقول لي كام؟ 3 يا مس. يبقى لما اقول لك كلمه the number of يبقى هو عايز عدد الحاجه دي. طيب تعالوا نشوف هنا اهو the number of this bird ها كام؟ ده 3 ده 7. هو كده بيبدا يفنط لي المعلومات او البيانات. طيب اسالكم اسئله تانية كده واشوفكم شاطرين ولا لا. which one is the greatest؟ ها the greatest one here. مين اكبر واحد فيهم؟ يعني ايه greatest؟ الاكبر. يعني ايه most؟ الاكبر. مين الجريتست في دول؟ البرد ده. مين الليست او الفيوست او السمولست؟ البرد ده. طيب هنا بقى بيقول لي هبدا استخدم البار جراف في ان انا اعمل comparing، يعني مقارنه لايه؟ للاشكال او للحاجات اللي موجوده عندي. هو هنا بيقول لي من الجراف ده ابدا عرفني the number of this bird is greater than the number of this bird. طيب تعالوا نشوف كده بقى هنحل ازاي عشان نبقى عارفين. طيب لو هو مش مديني، هو بيقول لي ان الطائر ده عدده اكتر من الطائر ده. طب تعالوا نشوف كده نتاكد. ها ده عدده كام؟ عدده 4. ده عفوا الدك دي عددها كام؟ عددها 5. طيب البرد دوت عدده كام؟ عدده 4. مين الجريتر؟ ها ده فعلا الجريتر. شفت المعلومه طلعت صح ازاي؟ فانا كمان بستخدمه في الكومبيرنج ان انا اعمل مقارنه. the bird which has the greatest number in the farm. مين الجريتست نمبر؟ ها طبعا احنا قلنا ان هو مين؟ الدك ده.
البيرد ده. طيب مين السمولست؟ ها the bird which has the smallest. ها مين اقل واحد؟ البيرد ده. عدده كام؟ عدده 3. طيب تعالوا نشوف هنا، مديني مثال وانا اللي هحل عليه. اول حاجه هنا هو بيقول لي مديني ستارز وعايزني اعمل ايه؟ ان انا ابدا اعد كل واحد وهلون بقى. تعالوا نشوف اللبني هنا او البلو 1 2 3 4 5 6. مهم جدا يا ولاد ان العدد اللي انتوا تعدوه تشطبوا عليه، لان هنا هتتلخبطوا. يعني انا ممكن اعد دول وانسى ده، فانا لازم اشطب على اللي انا عملته علشان ايه؟ اتاكد ان انا عديت كله صح. يبقى 1 2 3 4 5 6 عديتهم 6، فهلون 1 2 3 4 5 6، هلون العمود ده كله. طب الستارز العدد الجرين 1 2 3 4 5 عددهم 5، فهلون 1 2 3 4 5، هلون العمود لحد هنا كده. وهعمل نفس الموضوع هنا وهعمل نفس الموضوع هنا. وهنا طبعا عايز نعمله بالشكل اللي هو الهوريزونتال، فهعمل ايه؟ هعمله برضو هبدأ ألون هنا، هلون 6 لحد هنا، هلون 6 وحدات، وهنا 5 وهكذا. طيب أنا هعد معاكم، هنكتب رقم كل واحد كده بخط بسيط. هنا قلنا ده 6 ده 5. لازم الداتا دي تبقى متأكد منها إن أنا عملتها أو هي في دماغي أو هي موجودة قدام عينيا عشان ما اتلخبطش. 1 2 3 4 5 6 7 8 ديت عددها 8، دول عددهم 4. يبقى انا كده الداتا بتاعتي هي موجوده قدامي. طبعا هلون ديت 8 وهلون ديت 4. طيب بيقول لي كده the number of blue stars عددها قد ايه؟ طبعا احنا اتفقنا، بصوا ارجعوا هنا بقى على طول اهو. عددها كام؟ عددها 6 اهي. طيب the number of green stars is عددها كام الجرين ستارز؟ 5، فهكتب هنا 5. the number of الريد نقط اكبر من ولا اصغر من greater than or smaller than زي ال 1 ديت عددها 8. بصوا هنرجع هنا للارقام على طول احنا كاتبينها، دي عددها 8 ودي عددها 4، يبقى مين الجريتر؟ الريد طبعا. طيب تعالوا نشوف بقى نحل الاسئله اللي موجوده على الدرس. هنا بيقول لي animals in the garden. يعني ايه animals in the garden؟ الحيوانات اللي موجوده في الحديقه. number of animals عدد الحيوانات. تعالوا نشوف كده. اول حاجه الكات عددها قد ايه؟ كم قطه موجوده عندي هنا في الصوره؟ طبعا هي 1، فهو اصلا عاملها لي. طيب البرد ده عدده 1 2 3، طبعا هشطب على كل عدد بعده عشان ما ارجعش اعده تاني. 4 5 عددهم 5، فهعمل هنا 5 وهكتب هنا 5 وهلون هنا 5. خلاص. الباترفلاي عددها 1 2 3 4 5 6، عددها كام؟ 6. نعدهم تاني 1 2 3 4 5 6، عددهم 6، فهكتب هنا تحتيها كده 6 كبيرة كده وهعد هلون هنا 6. طيب الفار ده عدده 1 2، هكتب 2 هلون الاثنين دول واكتب 2 كبيره كده تبقى قدام عينيا علشان ايه؟ ابقى مصحصح لنفسي. بيقول لي ذا نمبر اوف. طب خلاص هو هنا عايز النمبرز بس. طيب تعالوا هنا. هو هنا طبعا جايب لي برضو نفس الموضوع. هبدأ أعد الأسماك اللي موجودة وهلونها هنا وهعد وهكتب رقمها هنا. يبقى خلي بالنا من نقطة مهمة جدا. لما يقول لي the number of كذا يبقى هو عايز عدد. عايز ايه؟ عدد، عشان بعد كده في الدروس الجاية لما هناخد يعني هنتك شوية على الكلمة دي، ان لما يقول لي the number of يبقى هو عايز عدد حاجة، عايز عدد مش عايز كلمة. طيب هنا بيقول لي ايه؟ شوف هنا التشيلدرن بيقول لي يعني خد الانفورميشنز اللي هنا وخليها بدل ما هي فيرتيكال خليها هوريزونتال. برضو سهله وبسيطه. انا اهو الكلمه ديت سامي، يبقى هعد كام لحد فين؟ سامي لحد 6، فهعد 1 2 3 4 5 6، فهلون دول. انا هنا دي معلومات بسيطه جدا، دي سهله. ديت روز واخده لحد 9، فايه هتلون ده كله كده 9. يوسف واخد 4 وحدات بس 4 بارز، هيعملهم هيلونهم وخلاص على كده. هكمل ديت طبعا سهله وبسيطه وما فيهاش اي مشاكل. طيب هنا برضو نفس الموضوع. هعد الحيوانات، طبعا حيوانات في الصفحتين
هعد الحيوانات في المزرعه، وهكتب انا بحب شويه ان انا اكتب عدد كل حاجه جنبها هنا عشان يبقى الرقم قدام عينيا، عشان ما اتلخبطش واقعد كل شويه اعد. يبقى انا هعد دولت واكتب رقمهم هنا جنبها، بلس ان انا هعمل ايه، هلون البارز دي. طبعا هنا برضو الدنيا سهله وبسيطه، هو بيقول لي اعمل ايه، ان انا احط اكبر من او اصغر من او يساوي. طب في السؤال اللي زي دوت يا ميس هحله ازاي؟ تعالوا كده نشوف هنحله ازاي. بصوا يا شباب، هو هنا بيقول لي compare، فانا هعمل ايه؟ بيقول السؤال number of bees عددهم كام؟ فانا هكتب هنا النمبر بتاع البيز، انا عديتهم لقيتهم 10، فهكتب هنا 10. النمبر اوف هينز عدد الدجاج عدده كام؟ عدده 7، انا برضو عديته لقيته 7. طيب هبدا اقارن بقى، هعمل comparing. مين جريتر 10 or 7؟ طبعا 7، فهعمل ال 10 عفوا، فهعمل ايه؟ هعمل جريتر كده. يبقى انا لازم اكتب العدد بتاع الكلمه دي والعدد بتاع الكلمه دي، النمبر بتاع الرابت والنمبر بتاع الكاو، النمبر بتاع الهورس والنمبر بتاع البيز، وابدا اقارن كل الرقمين ببعض. هنا برضو نفس الفكره، هو كان فيرتيكال عايزها هورزونتال، وبعد كده بيقول لي ايه، اعمل قارن بين كل حاجه والتانيه. فطبعا جرين هنا هكتب عددها كام، هو مسهلها عليا 2، فهكتب هنا هكتب الرقم بتاعها فوقيها اهو، كتبت الرقم بتاعها فوقيها اهو. دي جرين عددها كام؟ عددها 2. وهنا البلو number of students who liked blue عددهم كام البلو؟ عددهم 8. فانا هبدا اعمل بقى مقارنه بين ال2 وال8. طبعا سهل عليا ان انا هعمل العلامه كده، وديت طبعا هلونها. نفس الموضوع هنا، ان انا هقارن بين ارقام، هشوف الارقام هنا وهعمل لها فين، هكتب كل واحده رقمها فوق دماغها، فوقيها هنا فوق الكلمه، وهبدا احل. وطبعا الموضوع سهل وبسيط. كده خلصنا الفيديو بتاع النهارده، اتمنى الفيديو يكون عجبكم. ما تنسونيش في لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس لو بتشوفوني اول مره. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.